ونطير على طول للمركز الخامس مع أقوى أنمي درامي سجون على الإطلاق، رينبو، اللي أحداثه واقعية جدا، بحيث إن أحداث الأنمي بعد الحرب العالمية التانية لما غرقت اليابان في الفقر والبلاوي اللي حصلت، وبسبب الفقر وأوضاع البلد السيئة هيتاخد 6 شباب للإصلاحية علشان بيبلطجوا وبيأذوا الناس، وهناك بقى هيتعرفوا على صاحبنا ده بطريقة لائقة ومحترمة، احترام يعني. وبعد كده هيبقى صديق وأخ كبير ليهم، وهيساعدوا بعض علشان تمر السنتين سجن دول بسرعة، لأن في ضابط ودكتور قذر بيستمتعوا جدا بتعذيب المساجين بأوسخ الطرق الممكنة، وحتى إنهم هيقتلوا مساجين كمان، وهيحاولوا يقتلوا صاحبنا ده بأي طريقة علشان عارف فضايحهم. وغالبا التلت الأخير من الأنمي لما يخرجوا من الإصلاحية ويبدأوا يختلطوا بالعامة ويحققوا أحلامهم. فكرة الأنمي وقصته وأحداثه جميلة، بس عنيف جدا وفيه مشاهد غير لائقة، فيعتبر غير مناسب للمشاهدة العائلية. وغالبا سبب عدم شهرته إنه واقعي جدا، ما فيهوش قدرات خارقة والعك ده. الأنمي مظلوم جدا بالرغم إنه من إنتاج استوديو ماد هاوس، وعرض في 2010 على 26 حلقة بعد ما المانجا انتهت في نفس السنة اللي استمرت 8 سنوات. يعني أنمي من استوديو معروف وله مانجا طويلة، ورسوماته فكرتني بجوجو بيزار أدفنتشر، يعني الرسومات مش سيئة. حتى تقييمه على موقع IMDb وصل ل 83%، تقييم عالي مش بسيط. فالأنمي ملوش سبب واضح هو ليه مظلوم. أكتر من نص أحداثه في السجون، وهتعيش مع أصحابنا أدق تفاصيل حياة السجون، وهتعيش معاهم من أول ما يترحلوا لغاية ما يخرجوا، وهتشوف المعاناة اللي هيمروا بيها. كل ده كفيل بأنه يشد أي حد، بس علشان أغلب أحداثه في السجون ظلم جامد، لأن أي عمل فني أحداثه في السجون بيبقى مظلوم وغير مطلوب قوي، زي فيلم شاوشينج والفيلم البريطاني اللي كان ضمن أقوى أفلام الحرب العالمية التانية. فغالبا ده سبب ظلم الأنمي، والله أعلم.